إيه رأيك في طبق زيتون أخضر متبل مليان خل وليمون يفتح نفسك كده على الفطار؟ طب ما تيجي بقى أما أحكي لك حكايته. الزيتون واحد من أقدم الثمار اللي عرفها الإنسان، وكمان تاريخه بيرجع لآلاف السنين. أصل اليونانيين زمان كانوا شايفين رمز السلام والقوة، وكمان كانوا بيدوا لأبطال الأولمبياد إكليل كده من غصن الزيتون. حتى المصريين كمان عرفوه بدري قوي واستخدموا زيته في الأكل والتجميد حتى التحنيط. لكن في فلسطين والشام الموضوع مختلف خالص. أصل الزيتون عندهم مش مجرد أكلة، لا لا لا، ده الزيتون ده موسم. القطفة بتاعته هناك فيها مناسبة اجتماعية ودينية كمان، والأسر كلها بتنزل الحقول مع بعض عشان يلموا كده الزيتون. والزيت الفلسطيني كمان معروف بجودته العالية قوي. أما عن أنواعه فالعالم كله مليان تنويعات، يعني عندك الزيتون الأخضر أو الزيتون الأسود. كمان عندهم زيتون كلاماتا اليوناني، ده كمان شهير قوي بلونه الغامق وطعمه المميز. وفي زيتون أسباني كبير كده ومحشي فلفل. أما الزيتون الإيطالي ده بيعملوا منه صوصات. يعني طبق الزيتون اللي على السفرة ده وراه تاريخ طويل قوي وأنواع ما تعرفش تعدها. قولولي بقى، انتوا مع فريق الزيتون الأخضر ولا الأسود؟ وإيه أكتر نوع زيتون بتحبوه على السفرة؟ واستنوني في الحكايات الجاية عشان عندنا أكلات لسه مخبية أسرار كتير قوي.